عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية. تمكنت وحدات الحرس الديواني خلال شهر سبتمبر 2021 من إحباط عمليات تهريب بضائع مختلفة بقيمة جملية بلغت 24.8 مليون دينار تونسي، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل تراب الجمهورية، وفق ما أكدته الديوانة التونسية في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء. وشملت البضائع المحجوزة 670 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها ب 1.13 مليون دينار تونسي، ومبالغ من العملة التونسية والأجنبية فاقت المليون دينار، وملابس جاهزة وأحذية بقيمة 1.5 مليون دينار. كما تمكن جهاز الحرس الديواني من حجز كميات من الذهب بقيمة ناهزت 700 ألف دينار و13725 حبة دواء مخدر، علاوة على كميات هامة من بضائع أخرى مختلفة بلغت قيمتها الجملية 7.5 مليون دينار تونسي. كما قدرت قيمة وسائل النقل المحجوزة بين سيارات ومعدات دارجة ب 13.8 مليون دينار، وتضم شاحنات غير مدرجة بالسلسلة المنجمية وسيارات استعملت لنقل المواد المهربة. كما نعرفوا اللي التجارة الموازية آذية والتهريب تمثل خطر كبير على اقتصاد بلادنا. إن شاء الله ربي يبعد كل حد ما يحبش الخير للبلاد هذه، وإن شاء الله ربي يكتب لنا الخير. في النهاية ما تنسوش تعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.